هاي، عاملين ايه؟ وحشني كتير. ادي كده اهلا بيكم في يوميات نغمه. وقبل اي حاجه نخش نشترك لو مش مشتركين، ونعمل لايك، ندوس لايك دوس لايك دوس لايك دوس لايك، ونشير بقى على قد ما نقدر. طبعا اتاخرت عليكم الفتره اللي فاتت ديت، كان عندي ضيف غتيتا مش قادره اقول لكم. كان عندي شويه برد يا جماعه، كل ما اخف منه يرجع تاني، كل ما اخف منه يرجع تاني. فحسيت ان هو حبني، فخلاص بقى يعني اتعودنا على بعض وبقينا اصحاب. فقلت بقى ايه، ما هي بنت خلاص ما فيش فايده، طالما كده كده مكمل معاكي ارجعي تاني لكاميرتك وجمهورك ولناسك ولمواضيعك. طبعا انا بقى الفتره اللي كنت تعبانه فيها ديت كان بيجيلي مكالمات كتير من ناس كانت بتطمن عليا. بس انتوا عارفين احنا كستات عندنا قاعده ان ما ينفعش المكالمه تعدي كده، ازيك عامله ايه الاخبار، ما فيش الكلام ده. لازم نخرج بموضوعين 3 4 10. تمام. فحسيت فجاه الفتره اللي فاتت ديت ان المواضيع كلها بتتلخص في موضوع واحد، الا وهو مين بقى؟ اخت الجوز. عامله دايما مشكله ما تفهمش ليه، او الحما. فدايما دايما في حواديتنا ورواياتنا لما تيجي واحده تتجوز تقول لك خلي بالك ده عنده اخت، خلي بالك ده عنده ده عندك حما. فاللي هو ايه يا حلوه منك ليها، مالك مالها اخت الجوز يا اختي؟ مالها؟ ها؟ تقول لك ايه العمه العقربه، عقربه عقربه، حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. ايوه انت حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. وتقول لك الحما الشديده، والحما اللي مش عارف ابصر ايه. وبنقول مسميات كبيره كده وغريبه. اللي هو في ايه يا اختي؟ هو لازم تبقى اخت الجوز عقربه او حربوقه؟ حربوقه في عينك منك ليها، حربوقه في عينك منك ليها. ليه بقى؟ لان مش دايما يا جماعه بتبقى اخت الجوز عقربه، او احنا بنبقى داخلين فاهمين غلط. هو اصل هو الموضوع كبير شويه، بس احنا مش بنستوعبه. ليه بقى؟ لان دي واحده عاشت مع جوزك سنين عمرها كله، طفولتهم وشبابهم مع بعض، عاشوا 100 حدوته، عاشوا 100 حكايه، اتربوا مع بعض في الحلو وفي المر، شافوا كتير وضحكوا كتير، عيطوا كتير مع بعض. فمش فجأة كده نقول بقى ايه، لا خلاص لازم يتفتم. يتفتم من ايه؟ يتفتم من حبه لاخته، من حبه لامه. في معانا كمان يا جماعه دبانه رخمه، بنت رخمه، يعني مش كفايه بس البرد. فلو انت عايزاه يتفتم من ايه يا حبيبتي؟ يتفتم من حبه لاخته؟ يعني مش فاهمه. او لما انت تخشي تبقي انت واخده الرياكشن بقى، لا دي ايه، دي اخت جوزي شديده، ولا اخت جوزي دي عقربه او حربوقه، فانا لازم اخش ايه، اوريها العين الحمراء، فتحصل صدامات ما بينكم انتوا الاتنين، فتحصل مشاكل. فيبقى تلقائيا انت عايزه ان جوزك يقطع علاقته مع اخته. يعني بأمارة ايه؟ بأمارة ايه يا جماعه؟ يقطع علاقته بمين؟ انت عبيطه؟ او انت اكيد عبيطه. او لما حماتك ما تعجبكيش او تحس ان هي شديده شويه، فتبقي عايزه جوزك ياخد موقف، ومن مين بقى؟ من مامته. فلو يضربها يعني ولا يعمل ايه؟ اللي هو مالك يا اختي منك ليها؟ مالك فيكي ايه الست دي؟ حملت وربت وعاشت وكبرت ولحد ما انت خدتيه راجل يا اختي. يتفتن بقى، انت عايزاه يتفتن من ايه بالظبط؟ وليه دايما رواياتنا وحواديتنا ان الحما دي عقربه واخت الجوز حربوقه؟ ليه يا جماعه؟ ليه عملوا لك وايه؟ يعني ساعات اخت جوزتي بتبقى جميله ولطيفه، والله لو حبيتوا بعض كده وبقيتوا صحاب هتبقوا جمال ولطف يعني. وبعدين ايه، تيجي انت بقى في الناحيه التانية، اللي بتتكلم دي مثلا اخت الجوز ولا الحما، تلاقي مامتها حما برضو عادي يعني، فتقول لك ماما ماما دي لطيفه، ماما دي جميله، هو ماما في زيها؟ هو ماما اه يا اختي في زيها، اه يا اختي في، بس انت اللي مش شايفه، انت اللي اتعمتي يا وليه، انت اللي اتعميتي. وتبقى هي ايه، تبقى هي ممكن تبقى عمه، وتيجي تتكلم على العمه الحربوقه، بالنسبه لك انت يا عقربه. ها يا اللي تنشكي في لسانك، ايه بتنسي نفسك؟ ولا هي العمه والحما عند جوزك انت بس؟ لكن انت بقى في الناحيه التانية لا، انتوا جمال ولطاف وكيوت. ليه يا جماعه؟ ليه علاقاتنا دايما لازم تبدا بشد وربط وجبز وهنا عايز يشد وهنا عايز يشد ومين ينتصر في الاخر؟ هو انت حاجه وهم حاجه. وتبقي غلطانه من ساسك لراسك لما تعلقي فشلك على غيرك. يعني ممكن نلاقي ايه، حد يقول لك ايه، ده هي سبب، يعني اخت الجوز ديت او الحما هي اللي فشلت الجواز. طب ما يمكن يا اختي تكون انت اللي موكوسه، انت اللي مش عارفه تديري علاقاتك. ما هو طبيعي جدا لما نخش على بني ادمين جداد
بنتعامل مع بعض مع يعني لاول مره لازم يبقى فيه حوارات، ولازم يبقى فيه حاجات تزعل وحاجات تضايق وحاجات تفرح، يعني مش دايما يعني، لحد ما نفهم بعض. لكن ما ناخدش الرياكشن الاولاني تقول لك ايه، اخت الجوز الحربوقه او العقربه، عقربه في لسانك منك ليها. مالنا يا جماعه، ما احنا كيوت اهو لطاف. وانتوا لما بتبقوا انتوا كده، ما بيجيبوش سيره نفسيكم، ما بتعتبروش نفسكم من العقارب، بتعتبروا نفسكم من الملائكه ومخبين جناحكم ورا. في ايه؟ وتبقى الواحده تقول لك اصل هو ما اتفطمش من ايه يا وليه؟ عايزاه يتفتن من حبه لاخته ولامه؟ وانت كده تاخديه كده تسليتيه كده عادي كده. الكام سنه اللي عدوا دول، خدوا بالكم، لان انتوا من غير ما تقصدوا او بتقصدوا بتقطعوا حاجه اسمها صله رحم، اللي هو حاجه من الكبائر انتوا بتعملوها وانتوا مش واخدين بالكم. فخلي بالك يا اختي منك ليها، وبلاش تنقلوا ده لعيالكم بعد كده، لان العمه مش حربوقه، والعمه مش عقربه، ومش دايما، مش دايما يعني، دي مش قاعده. مش كون ان انتي قابلتي او شفتي تبقى دي قاعده، دي مش قاعده يا حبيبتي. حبوا بعض وربوا عيالكم، حتى لو اختلفتوا ربوا عيالكم ان العمه ام تانية عادي، مفيش مشكله. مش الخاله بس، اشمعنى الخال؟ واشمعنى يتقال الخال والد؟ يعني الخال يبقى والد، والعمه تبقى الحربوقه العقربه؟ ترضي ربنا دي؟ ترضي ربنا؟ لا، ما ترضيش ربنا. فاتلمي يا وليه منك ليها انت كده، وايه، وظبطوا حالكم، ظبطوا حالكم. العمه كيوت وجميله ولطيفه، محدش يقول لي العمه عقربه او حربوقه، حربوقه منك ليها، يتقطع لسانك يا وليه انت. يلا استنوني في حلقه جديده من يوميات نغومه، ومعنا الدبانه صديقتنا. باي.